هلا يا شباب، ثانية 2 عادي من النهاردة. معانا هنشتغل التقييم ال11 الهوم ورك بتاع الأسبوع ال11 للأبليكيشن. تعالى نشوف أول سؤال معانا. هنا أول سؤال بيقولي a body with mass، والماس بتاعته كام؟ 100. يبقى أول حاجة عندي البادي الماس بتاعته 100 كيلو جرام. لو كيلو جرام تمام، هشتغل بالكيلو جرام. فل، يعني ايه كلمة فل دي؟ يعني ال V initial بزيرو، والماس عندنا بكام؟ ب100 كيلو جرام. تمام. بعدين قايل لي ان هو fell from ايه بقى؟ height، وقع من height، يعني الاس بتاعتي 40 سنتيمتر. اوكي، يبقى هو وقع من 40 سنتيمتر. طبعا انا مش هشتغل بالسنتيمتر، هتبقى 0.4 متر. واحدة واحدة نقرا السؤال براحة، بعد كده ايه نبدأ نشتغل. onto ايه بقى؟ ball of sand. هو وقع على ball of sand اهو، وقع كده، دي 40 سنتيمتر اهو. بعدين دخل بقى ايه and sank into it، يعني دخل عام جواها. قد ايه بقى؟ قال لي the resistance of the sand، يعني الار resistance بتاعتي ب1100 كيلو جرام ويت. calculate the distance of the body would sink into the sand لما يعوم جوه before it's come to rest، لحد ما يقف هنا، لحد ما يبقى ال V final بتاعته بزيرو. هيمشي مسافة قد ايه؟ اوكي، يبقى عايزين هنمشي مسافة قد ايه لحد ما يقف خالص. طيب، اول حاجة الجسم اللي نازل ده عندي ايه اللي اهو كده نازل اهو، في هنا resistance، صح الكلام؟ وتحت هو بينزل بوزنه mg. فيبقى عندي نيوتن التاني بيقول لك ايه بقى؟ ان هو نازل اتجاه الحركة تحت داون. طيب، نيوتن كان بيقول لنا ايه اللي نازل مع اتجاه الحركة؟ ماينس اللي عكسها، يعني mg ماينس r equal ma. اوكي، طالما في acceleration. طيب انا عندي الام، طبعا عندي الام اهي ب100 كيلو جرام، تايمز الجي اللي هي 9.8 ماينس الريزيستنس بالكيلو جرام ويت، لازم اخليها بالنيوتن، هعملها تايمز 9.8 عشان تبقى بالايه؟ بالنيوتن. يبقى كده اهي تايمز 9.8. تمام، equal الام عندك طبعا اهي ب100 تايمز الاكسليشن. احسب كل الكلام ده divided 100، هيطلع لك الاكسليشن، هتطلع نيجاتيف 98 متر بير سكند. طب ليه طلعت بالنيجاتيف؟ عشان طبعا ديسيليشن بدأت ايه، اول ما تبدأ حركتها تقل 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 لحد ما ايه، ما تقف. طيب بعد ما طلعناها كده نجيب ايه بقى؟ طيب انا عندي رولز بتاعت الايه، الفيرتيكال موشن، طبعا احنا عارفينها. انا عايزه اجيب الديستنس لحد ما يقف. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه عندي طبعا هيقف، يبقى الفي ايه فاينل بايه؟ بزيرو. طيب انا عندي كده دلوقتي 2 steps. يعني ايه 2 steps؟ في مرحله من اول هنا لهنا، دي step 1. بعد كده من هنا، من اول بقى ما يخش جوه لحد ما ايه، ما يقف. فانا اول حاجه هجيب الفيلوسيتي، هنا في انيشال اللي انا بدات بيها بزيرو، صح الكلام؟ هبدا امشي المسافه دي لحد ما ايه، ما اخبط هنا، ودي هتبقى في فاينل اللي هبدا بيها المرحله التانية. تمام، يبقى انا اول حاجه هبدا في ايه، في ستيب 1 الجزء الاولاني اللي هو حصل ايه بقى. ستيب 1 هجيب في فاينل اللي هي في باور 2، طبعا في انيشال باور 2 بلس 2 اي اس. تمام، ده اول جزء. في فاينل انا عايزه اجيبها في انيشال بزيرو، طبعا انتوا عارفين زيرو بلس 2 تايمز الاكسليشن لسه مطلعينه نيجاتيف 98 تايمز الديستانس 0.4 احنا لسه قايلين. كل الكلام ده هعمله سكوير اوت واجيب الفي فاينل، هتطلع 2.8 متر بير سكند. جميل. الفي فاينل دي تعتبر في الجزء التاني في الستاب 2، هي دي اللي هبدأ بيها، هي دي الفي انيشال. يبقى في هنا هبدأ المرحلة التانية بفي انيشال اللي هي هتبقى 2.9 2.8 سوري.
والفي فاينل طبعا بزيرو لان هو ايه at rest، هو قايل لك at rest هيقف، هيبقى الفي فاينل بزيرو. وعايز الديستنس هبدأ بنفس الرول برضه v باور 2 بلا equal v نوت باور 2 بلس 2 as. ال v final عندي بزيرو، المفروض v initial بكام عندك 2.8 باور 2 بلس 2 times ال acceleration، عندي نفس ال acceleration اوكي اللي هو ماشي بيه اللي انا لسه مطلعه اللي هو نيجاتيف 9.8. ثواني كده يا شباب، هنا احنا نسينا بس هنا دي طبعا هي نازلة ايه بالجرافيتي، فهتبقى دي 9.8 سوري اوكي، يعني نزل بالجرافيتي هنا، هنا هينزل بالجرافيتي 9.8 بعد كده يبدأ يمشي تحت بالاكسليشن. تعالى بقى نكمل، هنا حطينا الاكسليشن بتاعنا بعد كده تايمز الاس اللي انا عايزه اجيبها. هعمل الكلام ده كله ده اوديه هناك بالنيجاتيف وديفايدد دول، هتبقى الديستنس اللي هتطلع 1 over 25 متر. يبقى دي الديستنس دي اللي هيمشيها تحت جوه الساند لحد ما ايه ما يقف. تعالى نخش على نمبر 2، وهنا عندي بيقولي a body of mass 5 كيلو جرام. نبدأ نكتب الجيفن ال m equal 5 كيلو جرام على جنب. فل اتفقنا يعني ايه كلمة فل دي، يعني ال v initial بزيرو from a height وعبده من height كام 4 متر، يبقى ال s عندي 4 متر onto a sandy برضو ground لحد sand. الساند دي بقى ايه ماشي and thank into it غاص جواها 7 متر، يبقى دي الديستنس الاولانيه ودي الديستنس التانية اللي جوه رمله 7 سنتيمتر. مش هشتغل بالسنتيمتر طبعا، هتبقى ايه 0.7 ايه متر، صح الكلام. وبعدين تعالى بقى ايه نشوف عايز ايه، عايز calculate ايه نيوتن، عايز في نيوتن resistance of the sand، عايز الاور assuming ايه بقى to the sand assuming it's a constant. تمام. اول حاجة احنا عندنا اي body في الدنيا زي ما قلنا قبل كده، هنا تحت الام جي وزنه، وهنا resistance بتاعت الايه رملة، واتجاه الحركة تحت داون. فاحنا بنعمل ام جي نفس الرول بالظبط minus resistance equal ام اي نيوتن التاني. الام عندي ب5 تايمز الجي الجرافيتي بتاعتي 9.8 minus resistance انا عايزه اجيبها equal الام اللي هي برضو 5 تايمز الاي انا عايزه اجيبها. طب انا عندي 2 unknowns، يبقى لازم اجيب الاكسلريشن الاول. اجيب الاكسلريشن ازاي؟ هجيبها من ايه الفيرتيكال موشن، الرولز بتاعت الفيرتيكال موشن ايه هي؟ اول حاجه ان هو وقع هنا من في نوت بزيرو ووصل هنا لفي فاينل، فانا هجيب الفي فاينل اللي وصل فيها لحد الايه الساند. يبقى هجيب في باور 2 ايكوال في انيشال باور 2 بلس 2 اي اس او 2 جي اس عشان هو ايه بقى جرافيتي 9.8 تايمز الديستنس بكام، هو نازل قد ايه 4 متر. هعمل الكلام ده على الكالكوليتر واعمل له سكوير روت واجيب الفي. الفي هتطلع 8.85 متر بير سكند. خلاص دي الفي اللي همشي بيها. هخش بقى المرحله التانية، دي اول مرحله. بعد كده ده الجزء التاني اللي هو ستيب 2، دي ستيب 1 ودي ستيب 2، دي ستيب 1 اهي. تعالى بقى نخش على ستيب 2 في الجنب التاني اهو، ان هي في فاينل بتاعت اول مرحله هي الفي انيشال بتاعت المرحله التانية. ماشي طيب المرحله التانية اهي اكيد الفي فاينل عندنا بزيرو، تمام، عشان هو هيعمل ايه هيقف التست بقى. خلاص طيب وعندي ايه نفس رول هو برضو اي في فاينل بزيرو في انيشال ب 8.85 باور 2 بلس 2 تايمز مين ايه اللي انا مش عارفاها تايمز الاس الديستنس اللي ماشاها قد ايه 0.07. ودي ده بالنيجاتيف ديفايدد دول، فهتطلع الاكسلريشن بالنيجاتيف، هتبقى نيجاتيف 560 متر بير سكند باور 2. خلاص طلعت الاكسلريشن جميل اهو، الاكسلريشن اهو. الاكسلريشن اللي طلعته ده اروح فين او هعوض هنا. يلا بينا
هعمل ايه؟ ادي 5 times 9.8 minus r equal 5 times negative 560. هعمل الكلام ده واجيب resistance. هتطلع على الكالكوليتر كلها نيجاتيف. تمام، هتطلع 280.49. طبعا دي بالايه؟ بالنيوتن. جميل. 2849. تعال نشوف نمبر 3 واحدة واحدة نقراها كده ونشتغل فيها. ماشي، يلا بينا. عندنا السؤال اهو بيقول لك ايه بقى. عندي body with a mass m. هو يعني عندنا الام احنا مش عارفينها. ماشي، فل قلنا كلمة فل دي يعني ايه؟ يعني v initial بزيرو. from height 10 متر نفس الكلام، وقعت من height 10 متر، دي الديستنس الأولانية. onto a ball of sand نفس الكلام، وقعت على sand. and sink into it وعامت مسافة قد ايه؟ 5 سنتيمتر، يعني 0.05 متر. بعدين عايز if the resistance of the sand اعطينا الار، اعطيك resistance 50، خد بالك كيلو جرام ويت. عايز ال value of m. كل ما هي نفس الفكرة بس بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك قانون مختلف. نفس الكلام انا قلت لك، هي رول ام ايه بقى؟ ام جي ماينس ار ايكوال ام ايه، نفس الرول معاك. الام احنا مش عارفينها، الجي ب 9.8 ماينس ريزيستنس ب 50. 50 ايه بقى؟ دي كيلو جرام ويت، لازم تحولها تعملها تايمز 9.8 عشان تبقى بالنيوتن شبههم. ايكوال الام 5 الاكسليشن مش عارفينه، يبقى لازم اروح اجيب الاكسليشن الاول. اجيبه منين؟ من الفيرتيكال موشن. ازاي؟ يلا بينا. تعالى نكتب الاكسليشن. تعالى نعمله على جنب كده. هستخدم ايه عشان اجيب الاكسليشن؟ احنا قلنا نفس الكلام هو انا عندي في انيشال دي بزيرو، وهجيب في فاينل في اول ستيب. يعني في باور 2 ايكوال في نوت باور 2 بلس 2 اي اس. دي بزيرو، الفي سوري الفي فاينل انا عايزه اجيبها. في انيشال هي اللي بزيرو بلس 2 تايمز الاكسليشن 9.8 تايمز الاس الديستنس اللي ماشيها 10. هعمل الكلام ده كله واعمل له سكوير روت واجيب الايه؟ الفي. اوكي، الفي هتطلع 14 متر بير سكند. خلاص، دي الفي اللي هي هبدأ بيها الايه؟ المرحلة التانية. دي 14 متر بير سكند. هبدأ بيها الستيب التانية اللي هي هتبقى في انيشال وفي فاينل بزيرو. نفس الكلام هو بيعيد نفسه. تمام، الفي فاينل هنا بزيرو، والفي انيشال هي اللي ب14 باور 2 بلس 2 تايمز الايه بقى الاكسليشن. هو هيتحرك في الساند باكسليشن طبعا، انا عايزه اجيبه، والديستنس هتطلع 0.05. ودي ده بالنيجاتيف هناك وديفايدد الاتنين دول. ماشي، هعملها على الكالكوليتر واطلع الاكسليشن بتاعي، هيطلع نيجاتيف 1960 متر بير سكند باور 2. جميل. بعد ما طلعت الاكسليشن حطه هنا ونجيب الام. هي الام هنا مش ب5 سوري، هنا الام احنا مش عارفينها اصلا. تمام، ادي ام تايمز 9.8. جميل. الاكسليشن هنا هشيله واكتب مكانه كام؟ اللي هي الرقم اللي طلعته. الاكسليشن خلاص طلعناه، هكتبه مكانه 1 نيجاتيف 1960 تايمز ام، وهنا ماينس 50 تايمز 9.8. تمام، هنعمل ايه؟ هنودي دي هنا بالبوزيتيف ودي هنا بالبوزيتيف، عكس الساين، وخد ام كومن فاكتور واعمل ديفايدد ايه بقى؟ هتودي دي قلنا بالبوزيتيف 50 تايمز 9.8 اوفر الاتنين دول اللي هما 9.8 بلس ايه عشان دي واحد بالبوزيتيف 1960. الكلام ده كله اعمله على الكالكوليتر او اعملها كلها شيفت سولف وطلع الام. الام هتطلع لك ب 50
over 201 يعني approximately 0.24 كيلو جرام. اوكي تعالى نخش على اللي بعده number 4. number 4 ايه اللي ركز بقى معي عشان دي فيها شغل شوية. the last car 19 of a 19.6 ton railway train. عندنا زي قطر كده واخر عربية فيه الماس بتاعتها ب 19.6 طن. جميل. بعدين was separated يعني ايه separated؟ انفصلت عنهم when its speed لما الفيلوسيتي بتاعتها كانت 18 كيلومتر بر اور. طبعا انا مش هشتغل في ده من قبل ما اقرا، هعمل 5 over 18 وهحولها هتطلع 5 متر بر سكند. خليها على جنب. بعدين بيقولي it's move in a constant rate and stop after وقفت بعد قد ايه؟ 120 متر. تمام، يبقى وقفت بعد كام مسافة؟ 120 متر. find the magnitude of resistance عايز ال R بكام after separating with car with the ايه بقى كيلو جرام ويت. عايز الايه resistance. تعالى كده مع بعض بقى، انا كنت شرحها قبل كده دي. هنا طبعا في resistance، طبعا ما فيش في resistance بس ما فيش ايه force لان هي اتفصلت عنهم. جميل، يبقى انا عندي negative R equal MA. تمام، negative R انا عايزه اجيبها الام اللي هي الماس بتاعتنا اللي هي 19.6 بس هعملها لازم احولها، بس ما بشتغلش بالطن ابدا، هعملها times 1000. جميل، يبقى times 1000 times الاكسلريشن انا عايزه اجيبه، يبقى لازم اجيب الاكسلريشن الاول. ماشي، انا ماشيه معاك اهو واحده واحده. تعالى بقى نجيب الاكسلريشن ازاي؟ من الموشنز بتاعتنا عندنا في انيشال اهو، وعندي الديستانس اللي ماشيها، وعندي ايه تاني، واجيب الاكسلريشن. اوكي، وفي فاينل طبعا بزيرو. في فاينل بزيرو ليه؟ لان هي هتقف، يعني هتفضل تمشي لحد ما ايه ما تقف. طبعا هتمشي بديسيليشن. طيب v باور 2 equal v نوت باور 2 plus 2as. v final بزيرو، v initial ب 5 قلنا باور 2 plus 2 times acceleration عايزة اجيبه. الديستانس عندك ب 120 متر، ودي دي بالنيجاتيف واعمل divided دول، هيطلع الاكسلريشن عندك نيجاتيف 5 over 48 متر per second باور 2. جميل، خلاص جبت دي. خلاص جبت الاكسلريشن، حطها هنا. يلا نيجاتيف 5 over 48 وهنا في نيجاتيف النيجاتيف طبعا هتروح مع النيجاتيف واطلع ريزيستنس، هيطلع 2041.6 نيوتن. اوكي، يا رب تكونوا استوعبتوها وبقت سهلة عليكم، من الأسئلة المهمة وكده كويسة. تعال نخش على نمبر 5. وهنا عطينا ايه؟ هنا بيقولك عندي بوكس، البوكس ده 100 كيلو جرام lifted vertically. يعني ايه الكلام ده بقى؟ واحدة واحدة كده نبدأ نشتغل. اهو عندي اهو البوكس ده الام بتاعته ب 100 كيلو جرام is lifted vertically upwards، اتشد لفوق by rope بحبل with a constant acceleration، واعطيك الاكسلريشن اهو 49 سنتيمتر per second. جميل، طبعا مش هشتغل بالسنتيمتر، هتبقى 0.49 متر per second باور 2. حاجات اساسيه كده لازم تبقى عارفها. طيب عايز ايه؟ هو عايز التنشن هنا قد ايه؟ بيقولي find the magnitude of tension in rope neglecting the resistance. ما كانش كأن ما فيش resistance للهواء. تمام، طبعا اللي نزل تحت ام جي من غير ما اقول لك يعني. خلاص، طيب اقول عندي ايه؟ تي التنشن او الفورس اللي عندي ماينس ام جي ايكوال ام اي. اوكي، التنشن انا عايزه اجيبه
ماينس الام عندي ب 100 تايمز الجي 9.8 ايكوال الام 100 تايمز الاكسليشن عايزه اجيبه. يبقى انا اول حاجه لازم اجيبها الاكسليشن. اجيب الاكسليشن ازاي؟ هو في اكسليشن اصلا ولا هو نزل بايه؟ اهو الاكسليشن اهو اللي هي 0.49 مجيبها لنا اهو، كتر خير. هعمل دول واوديهم الناحيه التانية بالبوزيتيف واطلع التنشن. سؤال سهل مفيهوش حاجه. هيطلع 1029 وطبعا ده بالايه؟ بالنيوتن. تمام. يلا بينا نخش على اللي بعده. نمبر 6 عندي a man pushes a stationary car. يعني ايه الكلمة دي؟ يعني ال V initial بزيرو، يعني هي ثابتة، يعني ما بتتحركش. with a mass وأعطيك ال M ب 980 كيلو جرام with a constant force its speed reaches. يعني ال V final وصلت 45 سنتيمتر per second. مش بشتغل بكده، لازم احولها، هتبقى 0.45. بص انا بحول من غير ما ابص اصلا، في حاجات اساسيه كده لازم تعملها. وهنا التايم بكام يا حبايبي؟ التايم ب 5 سكند. تمام. عايز بقى ايه؟ عايز find in kilogram weight the force with ايه بقى which the man pushes the car if the resistance. واعطيك resistance بكام؟ ب 50. خد بالك كيلو جرام ويت، ما اشتغلش بالكيلو جرام ويت، هعمل لها تايمز 9.8. جميل. طيب انا عندي الكار اهي، تمام، في حد بيزقها اهو فورس، وفي ريزيستنس اهي، وطبعا تحت الايه؟ الام جي، اللي يبقى اقول عندي اف ماينس ار ايكوال ام ايه. جميل. الاف عندك لا احنا عايزين نجيبها، ماينس ريزيستنس عندك 50 تايمز 9.8 equal الام عندك 980 تايمز الاكسليشن عندنا، لا هو ده اللي هنجيبه، كلها نفس الافكار. عندك في فاينل وعندك في انيشال وعندك التايم. هتشتغل بايه؟ اول لون في equal في نوت بلس اي تي. في نوت بزيرو، في فاينل ب 0.45. ماشي، و 0.45 equal. ماشي، هنجيب هنا الاكسليشن عندك عايزين نجيبه، والتايم عندي 5 سكند، ودي دي هناك بالديفايدد، يبقى الاكسليشن هيطلع عندك 0.09 متر بير سكند باور 2. اهو كاتباها هنا اهو، جبتها اكتبها هنا، ادي 0.09. وهطلع ايه بقى؟ اعمل الكلام ده كله واودي دي هناك بالبلس، واجيب الاف هتطلع عندك بكام؟ ب 578.2، ودي طلعت بالنيوتن، بس انا عايزاها بالكيلو جرام ويت، هو قايل لي كده، فهعمل لها divided by 9.8 تطلع بالكيلو جرام ويت، هتطلع 59. اوكي. تعال نخش على اللي بعده نمبر 7. عندي برضو find the magnitude of horizontal force that is ايه بقى؟ locomotive of the train with a mass، واعطيك الماس بتاعتها. ماشي، يبقى اول حاجة الام عندي بكام؟ ب 490 طن. مش بشتغل بالطن، انا قلت لكم قبل كده. هعمل ايه؟ هعمل لها تايمز 1000، هتطلع 490,000 بالكيلو جرام. طيب بعدين هو ماشي ايه بقى؟ قلنا الماس خلاص. بعد كده ايه بقى؟ he used to increase its speed from rest، يعني v initial بزيرو و v final بقت 36 كيلو جرام كيلومتر بر اور. لازم احولها، لازم اعمل لها تايمز 5 over 18 عشان تبقى ال v final هتبقى، هنعملها على الكالكوليتر، هتطلع 10 متر بر سكند. خلاص جبنا الفيلوسيتي. بعدين after covering ايه بقى؟ هيمشي المسافة قد ايه؟ 500 متر. كل الحاجات دي عشان اجيب مين؟ اجيب الاكسليشن. horizontal load
knowing that the magnitude of resistance، وأعطيك resistance اهي الار بكام؟ ب5 كيلو جرام ويت. خلي بالك كيلو جرام ويت يبقى لازم تعمل تايمز 9.8. خلاص تعالى نشتغل الرول بتاعنا. هنا طبعا اهي العربية او الموتور ده ادي اف، وهنا عكسها الار، و اف وماينس ار اتجاه الحركة كده، ماينس ار resistance equal ام اي. نفس الرول هو الاف احنا عايزين نجيبها resistance بكام؟ 5 بس هنعملها تايمز 9.8. الماس بكام؟ اهي 49000 صح كده؟ تايمز الاكسليشن عايزه اجيبه. هجيب الاكسليشن ازاي؟ يلا بينا. عندي ايه عشان اجيب الاكسليشن؟ عندي في نوت والديستنس. عندي ان هو اتحرك من دي زيرو خلاص. في فاينل عندك ب10 باور 2 بلس 2 تايمز الاكسليشن عايزه اجيبه. الديستنس عندك 500. اعمل دي باور 2 وادي دول هناك بالديفايدد، يبقى الاكسليشن ايكوال 1 10 باور 2 على 2 تايمز 500. هتطلع عندك ب 1 over 10 متر بير سكند باور 2. جميل، اكتبها هنا واحسب دول وودي دول هناك بالبلس وتطلع لك الفورس. هتطلع لك الفورس 4000 سوري 900 لا دي 49,049 ان. ده كده بالنيوتن. عايزة اطلعه بالكيلو جرام ويت، هو مش قايل لي صح؟ هو مش قايل. لو عايزه انت هتعمل divided by 9.8 وهتطلع بايه 5005 بالكيلو جرام ويت. اوكي نمبر 8. عندي برضو الترين وعطينا الماس بتاعته m equal 245 طن، يعني هزود لها 3 zeros هتبقى بالكيلو جرام مش بشتغل بالطن. included مش عارف ايه is moving with constant acceleration. اعطيك الاكسليشن بكام؟ ب15 سنتيمتر per second باور 2. مش بشتغل بالسنتيمتر لازم احولها. هعمل divided by 100 هتبقى 0.15 متر per second باور 2. on state horizontal load the resistance واعطيك resistance ال R equal 75 كيلو جرام ويت. مش بشتغل بالكيلو جرام ويت لازم اعمل لها times 9.8. per the ton بيقولك بقى resistance دي per ton of the train mass. يبقى resistance دي بتاعت الطن الواحد، يبقى انا لازم اعمل times كام؟ هو كام طن اصلا؟ 245. خد بالك بقى من الحاجات الصغيرة دي، يبقى لازم اعملها times ايه؟ عندي كام طن. find the weight of the train machinery مش عارف ايه in كيلو جرام ويت. عايز الام بكام؟ in كيلو جرام ويت. طيب يلا بينا. اول حاجة هنعملها ايه؟ احنا عارفين طبعا اهو عندي هنا اف، عندي هنا ار. نيوتن التاني بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان اف ماينس ار ايكوال ام ايه. الاف عندي لا عايزه اجيبها resistance اللي هي هتبقى ايه؟ كل الحاجات اللي انا كتبتها دي 75 times 9.8 times 245 equal ام. الويت عندك بكام؟ اهو 2 بعد ما حولته طبعا 2 4 5 و 3 zeros times الاكسلريشن. انا عايزه اجيب الاكسلريشن ازاي؟ يلا بينا. هجيب الاكسلريشن ازاي؟ هو عاطينا اكسلريشن ده عطاهولنا تمام. افتكر مش عطاهولنا خلاص، يبقى 0.15. خلاص دي مباشرة جدا. هعمل دول واودي دول هناك بالبلس واجيب الاف. الاف هتطلع لك 216.825. ده كده بالنيوتن. انا عايزة ايه؟ هعمل لها divided by 9.8. هو عايز الايه؟ الماشين كيلو جرام ويت، يعني الفورس بتاعتنا. ماشي ماشي. وبعدين هتطلع 2125 ده بالكيلو جرام ويت. تمام. هو عايزها ايه؟ ماشي نمبر 8. شوف بس قايل لنا ايه. فين 8؟
قايل لنا find the weight of train machinery in kilogram weight، مش قايل حاجة تانية. تمام. لو عايزة بقى per ton ممكن نعمل لها ايه divided ال ton بتاعتنا. طيب تعال نخش على 9. 9 بيقولك ايه بقى في 9؟ عندي بالون، طبعا كلنا عارفين البالون. نحل هنا 9. الويت بتاعه او الماس بتاعته ب 120 كيلو جرام، بشتغل بالكيلو جرام عادي. is vertically downwards، اهو نازل تحت، هو الحركة بتاعته down. طبعا هنا في ايه وهنا ايه، طبعا ام جي تحت وهنا ايه الفورس اللي بترفعه. قايلك ايه بقى with a constant acceleration، كام بقى acceleration بتاعك كام؟ 24.5 centimeter per second باور 2. find the magnitude of lifting force، عايز الفورس دي بكام اللي بتأثر على البالون in kilogram weight neglecting the resistance of air. طيب جميل. عندك يقول عندك ايه بقى، مين اتجاه الحركة تحت، يبقى ام جي ماينس الفورس equal ام ايه، ده يقول بتاعنا. عندنا الام وعندنا الجي وعندنا عايزين نجيبوا الاف، ودي ده هناك ممكن تودي ده هنا وده هنا، يبقى الفورس equal ام جي ماينس ام ايه. عندي الام طبعا اهي 120 تايمز الجي 9.8 ماينس 120 تايمز الاكسلريشن، هو عطولك مفيش حاجة مباشرة جدا، بس ده لازم نعمله divided by 100 او احوله من الاول واعمل الكلام ده على الكالكوليتر واطلعه، هيطلع 1146.6 بالنيوتن. وعايزه بالكيلو جرام ويت اعمل له ايه divided by 9.8 هتطلع ب 1017 كيلو جرام ويت. خلاص دي كده 9. تعال نخش على اخر سؤال اللي هي 10، و10 فيها شغل شوية، تعال نشوفها. اول حاجة عندي بالون with mass واعطيك الام بتاعته ب 105 كيلو جرام. جميل. is vertically upward، الماضي ده يا جماعة بقى بيطلع فوق، يبقى الحركة فوق up. تمام. وزنه تحت ام جي طبعا. with a constant speed a body of mass، في body بيقع منه، خد بالك بقى في body وقع منه. البادي ده قد ايه 35 كيلو جرام fall from it neglecting the resistance of air. عايز الاكسلريشن which ايه بقى which the balloon ascends after that. تعالى واحدة واحدة كده بقى نشتغل فيها. اول حاجة احنا عندنا مرحلتين. اول مرحلة ايه، اول مرحلة ان هو كان طالع اصلا والجسم جواه، البادي ده فيه، بعد كده البادي ده وقع منه، صح الكلام؟ طيب يبقى اول ستيب ان هو كان ماشي بايه، بكونستانت سبيد. الفورس هتبقى ايكوال ام جي. تمام. يبقى الفورس اللي طالع بيها الام اللي عندك اللي هي 105 تايمز الجي اللي هي 9.8، وهيطلع لي الفورس اللي طالع بيها اهي بالنيوتن. جميل. بعد ما البادي وقع بقى after body fall، لما وقع ايه اللي حصل لما وقع بقى؟ الام الماس بتاعتنا اتغيرت، ما بقتش هي دي بتاعت البالون والايه والبادي، هنشيل منها البادي، يبقى الام اتغيرت بقت 105، هشيل منها البادي اللي هو 35، هيطلع الام بقت عندي 70 كيلو جرام، يبقى الام دلوقتي بقت 70. طيب نفس الفورس هي نفس الفورس اللي طالعه، هيبقى اف ماينس نفس اقول ام جي ايكوال ام ايه. تمام. انا عايزه اعرف هو طالع باكسلريشن ايه، الاكسلريشن حصل لها ايه. جميل. الاف عندي اهي ماينس الام عندك ب 70 بقى، خلاص الام اتغيرت، تايمز الجي 9.8 ايكوال ام 70 تايمز الاكسلريشن احنا عايزين نشوفها هيحصل ايه فيها. احسب ده كله واعمل ديفايدد 70
وطلع الاكسلريشن بتاعتك هتبقى 4.9 متر بير سكند باور 2. يا رب تكونوا استوعبتوا التقييم، ولو في اي سؤال ممكن تكتبولي في الكومنتس، وسلام.